باش توصل للقمة لازم تبعد عن كل شيء سلبي. خلونا بوزيتيف الآن. مساء الخير. أعطيني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً. تتحقق هذه المقولة حين ينتعش هذا الفن الذي يعد وسيلة للترفيه والتسلية، نعم، لكنه قبل كل شيء أداة تنوير لبث الفكر والوعي والثقافة والنهضة الاجتماعية والسياسية وغيرها. المسرح من أعرق الفنون وأقدمها، ولطالما حمل النص المسرحي الرؤى الفكرية في شكل فني ليشكل نقداً حضارياً للبلاد ويعكس تقدم الأمم ونموها. في الجزائر هجر الجمهور قاعات المسرح لسنوات طويلة، لكن حركية جميلة عادت لتنعش النشاط المسرحي وتجذب عشاق الركح من خلال عروض استطاعت تحقيق أعلى مستويات التأثير الفني والإمتاع الجمالي. في هذا العدد الجديد سنتحدث بإيجابية عن أبي الفنون وضيوفي ستتعرفون عليهم بعد هذا التقرير. تعود بنا الذكريات ونفتح بها دفاتر الأيام لنتذكر بها إبداعات الإنتاج المسرحي في الجزائر: الهارب، الانتهازية، اللعبة المقلوبة، اللثام وغيرها. هي كلها أعمال مسرحية بقيت راسخة في الأذهان لدى رواد المسرح الجزائري منذ زمن. عبد القادر علولة، محي الدين بشطرزي، رشيد قسنطيني، الطاهر والطار وغيرهم ممن شكلوا حجر الأساس للحركة المسرحية في الجزائر. لطالما كان المسرح منذ نشأته خزانا للمواهب وملتقى للمبدعين ممن كونوا جيلا ذهبيا أهدى للجمهور أعمالا مسرحية راقية، رغم أن ما ميزه أنه نشأ وتطور على أيادي مواهب شعبية بعيدا عن النخب الأكاديمية. كل هذا لم يشفع للمسرح أن يهجر من عدد كبير من محبيه الذين استقطبتهم الإنتاجات التلفزيونية والأعمال السينمائية، لتبقى مقاعده خاوية تقابل الخشبة. المسرح ينتعش أخيرا، هي صور لأعمال وقطع فنية مسرحية لشباب رأوا في المسرح مدرسة لصقل مواهبهم ومجالا واسعا لاستعراض طاقاتهم، وكان شغفهم هذا سبيلا لعودة بريق خشبات المسرح الجزائري. مساء الخير مرة أخرى مشاهدينا، أرحب بكم في هذا العدد الجديد من خلونا بوزيتيف الذي افتتحناه كالعادة بهذا التقرير الذي شاهدتموه والذي قام بإعداده الزميل عيسى سماش من فريق الإعداد. في هذا المساء سوف نحاول الحديث عن أبي الفنون، عن المسرح بإيجابية. سنتحدث عن حركية جميلة بعثت في هذا الفن في الجزائر من خلال عروض مسرحية استطاعت إعادة الجمهور إلى قاعات العرض بعد أن هجره لفترة طويلة. هذا المساء أسعد باستضافة أولا الأستاذ حميدة خيضر، ممثل ومخرج مسرحي. شكرا على حضورك هذا المساء. شكرا. أستاذ حميدة خيضر، جمهور جزائري يعرفك بشخصية سيبنونة في الفيلم السينمائي الراسخ في الجزائر كرنفال في دشرة. شكرا، بارك الله فيك، ومشكور الجمهور الجزائري، وأنا سعيد بتواجدي مع هؤلاء المخرجين والممثلين الفنانين الشباب والفنانات، نعم، ومع الوجوه تاع لي جون تاع الشباب، ونتمنى ان شاء الله نعم. نكونوا لهم احسن قدوه إن شاء الله. ونحن سعداء باستضافتكم هذا المساء. هذا الشباب الذين تحدثت عنهم سأبدأ بتعريفهم. أولا معي بريزة السعيدي، ممثلة ومسرحية هي وكذلك تلفزيونية. مساء الخير بريزة. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لحضورك هذا المساء. ربيعة سحاب إلى جانبها، ممثلة مسرحية كذلك. مساء الخير ربيعة. شكرا لك وشكرا على هذه الدعوة، وأنا جد سعيدة. نحن كذلك سعداء باستضافتك هذا المساء. إلى جانبك مدني قطشة، مخرج وكاتب مسرحي. مساء الخير سيدي.
مساء النور، تشرفت بتواجدي معكم على قناة الشروق وبرفقة صديقي الأستاذ حميدة خضر. ونحن سعداء أكثر باستضافتكم هذا المساء. طبعا كرسي شاغر هذا المساء، كان من المفترض أن يلتحق بنا توفيق مزعاش، هو ممثل ومخرج مسرحي كذلك، ولكن تعذر عليه الوصول أثناء تسجيل هذا البرنامج، فتعذر حضور توفيق مزعاش معنا هذا المساء، ولكن سنحاول إثراء النقاش بكل ما يتعلق برصيده كفنان ومخرج مسرحي. مشاهدينا، في آخر هذا البرنامج ستتعرفون على كاريكاتير باقي بوخالفة الذي سيصب في إطار موضوع هذا المساء. النقاش الإيجابي سنفتتحه بعد هذا الفاصل. أستاذ حميدة خضر، مساء الخير مرة أخرى. نور. أستاذ، أذكر أنك مخرج مسرحي وأنت خريج المعهد البلدي للفنون الدرامية والحركات الإيقاعية سنة 1979. بدايتك المبكرة نوعا ما في المسرح في الجزائر تجعلك مخولا للإجابة عن سؤال حول واقع حال هذا الفن في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال. هل كان الجزائريون يقصدون دور عرض في المسرح لمشاهدة مسرحيات كانت فيه قاعات عرض ممتلئة، أم أن اقتصر دائما كما هو الحال تقريبا حاليا على أهل الفن وعلى أهل الثقافة؟ شكرا، بارك الله فيك. هو مش غير في الجزائر، لأنه الظاهرة المسرحية مش جزائرية خاصية جزائرية ولا عربية ولا ما عندهاش لون. المسرح معروف هو وليد البيئة نتاعو، كل واحد والمجتمع نتاعو. في الجزائر من اللي يعرف الجزائري الفن المسرحي هو فن شعبي، كاش تاع نخبة وما نخبة، كاش نخبة. المسرح نهضر على الجزائر قبل الاستقلال، بعد الاستقلال المسرح شعبي. ولأعلاش في وقت ما المسرح وليد البيئة نتاعو. المسرح هذا كان يعكس صورة المجتمع. هو ثاني كذلك عن طريق أرسطو أو ما يسمى بالكاتارسيس أو التطهير الذاتي أو التطهير النفسي عن طريق المسرح. وجعتني رجلي نروح لورتوبيديست ولا انتروماتولوج باش نطهر على نفسي ونفرهد على روحي ونفرك الرمانة. فهمتي؟ هذه كل هذه الأمثلة هذه نعطوها احنا في المسرح. علاش؟ باش الشعب وقتاش يشوف روحه يدغدغ روحه، امبوسيبل باش ندغدغ روحي نضحك روحي. إذا نروح نشوف، أنا نشوف الصورة نتاعي في باريزة ولا مداني ولا ربيعة، هذم كيف نروح نشوفهم؟ يدوروا لي عملية تطهير النفسي. نعم. أنا راني مش نضحك على باريزة ولا مداني، نعم. أنا نضحك على نفسي أنا. هذا هو المسرح. هو المسرح راهو كان الطبيب نروحوا له وما يعالجش. أنا تتحدث الآن أستاذ على الضحك، يعني تقصد أنه القضايا الجدية لا تجذب الجمهور؟ لا 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 لا، الجد عن طريق الضحك، الجد عن طريق الضحك. حقا كوميديا ساخرة. احنا الجزائري درك يدخل في خضم هذه الصراعات وهذه التحولات العالميه. مانيش عايش، انا نهضر على روحي كجزائر، مانيش عايش في جزيره وحدي، هذا عالم ومتحولات رهيبه. افيك هاي تكنولوجي وكل شيء، تحولات جد رهيبه. اذا راح لحد الان نعم. لا يؤثر الا القليل. نفتح قوس باش ما نتفهمش عكس. الجزائري يتأثروا الآن. نعم. علاش؟ نعم. لأنه ماهوش راه يساهم في الحضارة. هضروا مليح وليس انتقاص، أنا أهضر على نفسي. أنا أتأثر لأن عالم تحولات، شعوب راهي تمشي، شعوب راهي طايرة، راهي سبوتنيك، لكن ما واكبناش العصر. نهضر لك توجور في لو كوتي تياترال باش نضيقها شوي. كيف نواكب العصر عندما نتحدث عن المسرح؟ نواكب العصر بالتكنولوجيا. كيف ندمج التكنولوجيا في المسرح؟ نجيب لك انا ما نذكرش بعض الدول، انني بفضل ربي سبحانه والدوله الجزائريه ما خليت حتى دوله الان، بفضل ربي سبحانه وكل شيء. علاش؟ ما نحبش نوظف التكنولوجيا. الناس راهي في لا نانو تكنولوجي، نانو ديكور، وحنا مازال لي درك يدير لي دروج بسودور. درك انا ما نسميش درك، انا اصبحت استثناء.
هما القاعده وهي العكس صحيح. لماذا؟ انت مازال درك الناس يديروا في لي ديكور بان سودور وجيب دي ماشينيست وجيب مش عارف وشي وكذا. ها محضر الاخوان توانسه راني كون درك ماداني كنت تحكي له على اصحابي وتوانسه راني كل يوم يجوني ونروحوا لهم وكل شيء. يستعملوا في لا تكنولوجي دو بوينت درك افيك لو بو دو مويان. علاش؟ سي لو جيني هيومان. احنا مازلنا درك انا المسرح راني قلت لك ريدوات كحل مانيش ضد هذاك صنف المسرح. راني قاعد نقول لك يا مدام واحد انا جاي من ضغط ما لقيتش الحليب ما لقيتش كذا هاك شوفي هذاك من بعد نروح المسرح. المسرح علاش؟ المسرح راني قلت لك مهما كان صفه من وقت بيريكليس الاول 5 قرون قبل الميلاد ما عندنا 2500 سنه الى الان من بيريكليس الاول ما نروحش بعيد. من بيريكليس الاول هو المسرح عمليه ضحك فرهده عمليه انا قلت لك عمليه كاتارسيس. لا كاتارسيس معناها التطهير الذاتي والنفسي. نروح للطبيب النفساني نروح المعالج نروح الحشاوشي هذاك باش نداوي نفسي. واخطر دواء هو النفس هو الفكر هو القلب هو الشعور هو فتح الآفاق. نعم. وكثير من التجارب عبر التاريخ المسرحية العروض المسرحية عبر التاريخ فرضت نفسها كسبت جمهور وظلت خالدة رغم إمكانيات بسيطة في وقت مضى. بس مسرحية الزير كسبت جمهور كبير ولقت شعبية كبيرة بوسائل بسيطة بديكور بسيط. هذا دليل على ما تقوله الآن. علاش؟ لأنه ذاك الوقت تحدي. الكبير فينا كان 28 سنة. هذه كانت ديت بها الجائزة الأولى وما نحبش نهضر على نفسي خلي التاريخ هو اللي يتكلم عليا بالسيء ولا بالإيجاب. هذيك جاونا طلاين. علاش؟ هذه اللي نقول لك لو جيني هيومان. قبيل وانا داخل قال لي الجيل الذهبي قلت له حتى دركا كاين جيل ذهبي كل وقت ووقته. سينويلا لو جيني هيومان ما يفضش الا يوم القيامه. نجبدوا على الزير. الزير حكايه كبيره جابوها لنا كتبها الكاتب العالمي لويجي بيرانديلو الصقلي ويتكلم على الصقليه. وضعت هذيك لانه كي نجيبوا صقليه 8 قرون هما العرب والمسلمين في صقليه. اذا الصقليه كي تشوفي لا فيزيونومي تاع لو سيسيليان او ديما حنا الجزائريين يقول لك والله غير هذاك يشبه الجزائري ويشبه التونسي والليبي والمروكي وكذا. علاش؟ لانه 8 قرون تمازج وتناسب واختلط المورو او المور اللي احنا شمال افريقيا الموريين كما يقولوا او المورو مع الصقليين ونفس العادات ونفس التقاليد. اي 8 قرون احنا مأثرين. كيعطاوني شوف يطلعين واش قالوا لي جاو دي زيطاليان كيسمعوا جزائريين ومن الجنوب الجزائري ومن الصحراء يلعبوا مسرحيه لا جاري دو بيراندولو او الجره وحنا سميناها الزير. وعطيناها بعد تاريخي بعد حضاري بعد فكري وثقافي للجزائر. الزير هذاك كيفاه الصور تاعو كيفاه الوشم كيفاه كذا لماذا كان يستعمل الجزائري الزير للذخيره للاستعداد للحرب فهمتي كيفاش؟ طلاين واش قالوا منهم مخرج جاء قال انا لعبت على المسرحيه انا اخرجت المسرحيه وجاب معها حتى دي كوميديان. قال لك ما شفناش لام ايطاليان الا عن طريق الجزائريين. هذه 1989 قال لك لام ايطاليان الروح الايطاليه شفناها في الفرقه الجزائريه. علاش؟ اولا الروح الفكر اثبات الذات موجوده في الفرقه الجزائريه. موجوده في الفرقه الجزائريه. هي موجوده ما تروحش. بتقول درك كاين ناس تشاؤميين يجي يقول لك تعذرك حتى تعذرك لاباس عليه او عايش وقته. أنا أستسمحك للتوجه بسؤالي هذا إلى السيد قشطة مدني. مساء الخير مرة أخرى سيدي. مساء الخير. المسرح سيدي ينجح عندما أو ينجح في كسب جمهور عندما ينجح في ترجمة ما يحدث في المجتمع. عندما يجد الجمهور نفسه آلامه آماله في عرض مسرحي. هل الجمهور الجزائري اليوم هجر قاعات المسرح لأنه لا يرى نفسه في العروض المسرحية؟
لا، هناك مجموعة من التراكمات خلت الجمهور يهجر القاعات. من بين هذه التراكمات أولا العشرية السوداء. ما يلزمش ننساو باللي هذيك الفترة هجر الجمهور القاعات نظرا للظروف الأمنية. هذيك الفترة هذيك أثرت على المجتمع الجزائري. من بعد مباشرة دخلنا في أزمة يعني اقتصادية، وأزمة يعني بداية استرجاع الأمن إلى آخره. توجه الجمهور إلى القاعات بدأ يعني تدريجيا، لكي يعني احنا كذلك حتى نوعية العروض في بعض الأحيان تخلي الجمهور يهجر القاعة. نعم. لأنه هذه العروض هذه ربما النصوص تكون ضعيفة أو الإخراج يكون ضعيف أو حتى الممثلين يكونوا ضعاف، لأنه في بعض الأحيان يصعد الإنسان للخشبة ويظل روحه فنان، يظل روحه ممثل. نعم. دخلنا في واحد الإشكالية. هذه الإشكالية كل الناس فنانين، كل الناس ممثلين، كل الناس موسيقيين. في بعض الأحيان هو أساس المسرح هو الممثل. لازم نروحوا لصناعة الشخص، صناعة الإنسان. نعم. بدل ما نروحوا نصنعوا. صنعنا قاعات والحمد لله، والدولة صنعت قاعات كثيرة، مسارح جهوية أكثر من 15 مسرح جهوي، ولكن هذه القاعات ما هيش تنتج في أعمال تخلي تجذب الجمهور وتخلي الجمهور يساهم في الفعل الثقافي. نعم. سيد قشطة، تحدثت الآن عن صناعة الإنسان. نصنع الإنسان، نصنع ممثل مسرحي ونصنع جمهور مسرحي كذلك من خلال الاستثمار في الطفل. وأنت عندك تجربة طويلة مع مسرح الطفل، وتبتسم الممثلتين كذلك، أعتقد هم كذلك عندهم تجربة سنستمع إليها حول مسرح الطفل. تجربتك طويلة حول مسرح الطفل. نحن نكون ممثل مسرحي ونحن نكون كذلك جمهور مستقبلي للمسرح عندما نتعامل مع الأطفال. الاهتمام على معناتها يلزم على الدولة أو وزارة الثقافة تهتم بالطفل بدرجة أكثر، لأنك جيل المستقبل هو طفل. نعم. هذا الطفل في سابق يعني في السبعينات كما كان يحكي الشيخ، الثمانينات، ربما أنا عشرت الثمانينات، كنا نروحوا للقاعات ونتفرجوا العروض المسرحية، كان كاين جمهور مسرحي. نعم. في التسعينات هذه الظروف الأمنية، من بعد واش صرا الجمهور مسرح الطفل كاين جمهور في كل القاعات، ولكن ولا مناسباتي، يعني في العطل فقط او في المناسبات فقط اللي تلقى الجمهور، يعني الاب او الام ما يكونوش لاهين بولادتهم الا في ذيك الفتره. نعم. هنا لكي نصنع يعني جمهور. كذلك حتى نوعيه العروض، بصراحه حتى نوعيه العروض عندما نتحدث عن مسرح الطفل حتى نجذب الاطفال. نقطه القوه تكون في الممثل اللي يكون متمكن، ام في النص المسرحي الذي يكون قوي، ام ربما في المؤثرات الاخراجيه، اضواء، ديكور وغير ذلك، ام كل شيء؟ هي كلها مع بعضها. نبداو بالطفل نكونوه، ثم نروحوا للادوات، ادوات صناعه العمل المسرحي، ثم الى المخرج. وكذلك هناك يعني شيء آخر اللي هي بالنسبة لمسرح الطفل لازم إمكانيات مادية بصراحة، لأنه أي عمل مسرحي للطفل يحتاج إلى ألوان، يحتاج إلى لباس، والطفل ينجذب إلى الألوان والجمال والموسيقى إلى آخره. لازم نبتعدوا كذلك في النصوص المسرحية على الإلقاء وعلى الوعظ والأشياء هذه. أما القاعات المسرحية التابعة للدولة مثل المسارح ودور الثقافة، عليها أن تختار الأعمال اللي تجذب الجمهور واللي تخلي لنا الجمهور ما يهجرش القاعة، لأنك في بعض الأحيان تخدم عمل مليح من بعد يجي اللي موراك يخسر كاع الخدمة اللي خدمتها أنت. الجمهور يبدأ يجي للقاعات، سيرتو جمهور الطفل، لأنه الطفل ما يعرفش يكذب. حقا. حاجة مليحة مليحة، مش مليحة مش مليحة. حقا. كذلك أنا لاحظتها في بعض العروض المسرحية، وين طفل يقول البابا كون ديتنا البارك خير، على جبتنا المسرحيه هذه مش مليحه. يبتسم سيد حميده خضر، ابتسمت عندما قال هذا الملاحظه ان الطفل يفضل ان يذهب الى مدينه الملاهي وما يشوفش عروض مسرحيه. لماذا ابتسمت؟ يعني سما راهو صب في الخانه في الكلام اللي كنت نقول فيه. نعم. يعني قلت لك لازم لو تياتر، المسرح لازم وليد المسرح مهما كانت الصفه، المسرح وليد البيئه نتاعو
ولازم يعكس الصوره تاع المجتمع. نعم. عندما نطلع له مثلا، انا نقولها ضد انتقاص، ما يكفينيش الوقت، انا نسجل عندي هنا في الآلة هذه عندي صور تاع زوج ملايكات بنات صغار، واحدة منهم نعم. تستعمل له بورتابل، عندها 2 عامين ونص. تصوري انت هذا، احنا مازلنا طفل ندير له طماطمة حمراء في نيفو وفرتالة ولا شلاكة، نعم. و ان سوا ديزون بيروك تمسخير، حتى كي نفتح قوس، حتى لو كلون مرسوم. كان يونيفرسيتي انترناسيونال اباري تكون لو كلون، تكون جامعه في فرنسا عالميه، ليكول انترناسيونال تكون الكلون. احنا اختصرناه الكلون هذا، هذه واحده في شكل معين وفي صوره نمطيه معينه، سواء نمطيه معينه بايخه وتفسد ذوق الطفل والتلميذ وكل شيء. ثاني حاجه ديما ننتقص من مثلا مسرح الطفل ديما حيوان. تفضلي بريزة، تفضلي. يلا بريزة تقول لك تعترض ربما وتتحفظ على هذه الملاحظه وتقول ان ربما هذا شكل اشكال او اشكال للحيوانات يمكن ان نمرر عبرها رساله، وهذا موجود في رسوم متحركه عالميه مثلا تجسد شخصيه اطفال، عائله وغير ذلك. ربما لا ادري ان كان هنالك اعتراض ام شوفي سامحيني يا بريزة، لا سامحيني، في علم النفس الحديث، علم النفس او علم البيداغوجيا الحديث، حدد صنف الطفل. نعم. لاج انتلكتويل ولاج يعني السن البيولوجي، عامين ونطلعوا. درك في المسرح علماء النفس الفن حددوا هذا العمل يكون الوليدات اللي من 2 4 سنين. نعم. هذا العمل اللي يكون درك انا واضحه الفكره. طفل انا عامين، فيه تمييع ربما للمحتوى المقدم للطفل. معناها طفل ماذا يجب ان نقدم للطفل؟ مانيش ضد. نعم. الطفل مولا 12 سنه 14 سنه مراهق، جيت تلعب له تبقره. صح واضحه الفكره. نعم. ما يقتنعش به. نعم. انا عندي اعتراض تفضلي تفضلي ربيعه. يعني قبل 2 كنت عملت، يعني شاركت في مسرحيه بعنوان اجنحه نموله. نعم. الاجتهاد من اخراج السيده نضال الجزائري اللي نحييها من خلال هذا البلاطو. نعم. يعني ولعبنا، يعني فكره المسرحيه كانت تحكي على مجموعه من الحشرات كل انواع الحشرات كانت موجوده. انا كنت المديره نتاعهم، مثلت حشره دعسوقه، وهذا العمل كان جميل جدا وكان اقبال كبير من طرف الاطفال والنجاة. طيب ربيعه، نسقسيك ربما اطرح عليك سؤالا وقد تتوافقون في الرؤى. هذه المسرحيه، مسرحيه نموله، كانت موجهه للاطفال من اي فئه عمريه؟ يعني من والله هي من فئه 6 سنوات الى غايه 13 14، يعني ممكن حتى انه اصحاب 17 يجوا يشوفوها لانها مسرحيه جميله جدا، وخدمناها في جو، يعني كي تشوفيها لو كان تجي تشوفي المسرحيه جميله جدا. يعني انا مانيش ضد المسرح ودار المسرح الوطني ونضال وكذا، حشرات ونقدموا دبابه وحيوانات. يعني العالم الطفل هو عالم جميل جدا، مش عالم ساحر يعني نقول، ولكن او كان يقول لك او جاوب عليك قال له بابا كنت دينتنا للبارك. علاش للبارك؟ لأن الوسائل التكنولوجية والتقنية أبهرت الطفل فأثرت فيه، ما عادش تعرف حشرات. يا أستاذ أنت تتكلم كثيرا عن التكنولوجيا. لا يا أستاذ، ماما احنا المسرحية نتاعنا احنا اللي قدمناها كان فيها رقص وكان فيها غناء وموسيقى رائعة جدا وباللغة العربية الفصحى، وكانت ناجحة جدا. أنا لا أعترض على التكنولوجيا، ولكن يعني ماذا تقدم للطفل؟ يعني واش راح تقدم له أكثر من أنه تعرفه بالحيوانات والحشرات؟ يعني عالم الطفل حتى في الرسوم المتحركة، واش أنا نشوفه في الرسومات المتحركة؟ حيوانات وحشرات ومنازل وكما يقولوا حنايا الشمس الساطعة والأجواء الجميلة. يعني واش نقدموا لها استاذ خضر؟ حتى البحوث الحديثه تقول ان علينا ان نبعد طفل اقل من 3 سنوات 4 سنوات عن التكنولوجيا. انا اعتقد ان ما فيش اختلاف هذا المساء في حديثكم. اعتقد ان الاختلاف هو حول الفئه العمريه فقط. اود في نفس الفكره الاستماع الى راي بريزة سعيدي حول مسرح الطفل. كذلك انت كانت لك كذلك تجارب في اطار مسرح الطفل. فوالا، انا اول مسرحيه ليا كنت في عمري 17 ترشحت فيها كاحسن ممثله. المسرحيه هذه يسميوها مملكه الاقنعه للمخرج احمد صغيري. الحمد لله، يعني كل ما نحط خطوه
في مسرح الطفل نترشح كأحسن ممثلة، وأون بليس دو سا العرض هذاك يا يدي أحسن عرض متكامل يا يخرج بأحسن إخراج، المهم حاجة نديوها من هذاك الآخر العرض. نعم. من هذاك العرض. فوالا أنا مع أستاذ في حاجة قالها على أساس لا تكنولوجي. لا تكنولوجي نقدروا حنا نوظفوها مثلا في لا سينوغرافي، نوظفوها في لا دانس مثلا، نتقيدوا باللي دونسور المعروفين زعما ونخرجوا عرض باهي ونزيدوا فيه لا تكنولوجي في لا سينوغرافي، في الاضاءه، في لي كوستيم، في لو ديكور، هذو وي. مي زعما باش نخرجوا من نطاق العالم الطفل، يعني الطفل دوكا كيما انا ولد اختي واش يحب هذوك لي كوميك اللي يهضروا على الخرفان، اللي يهضروا على هذا هو الطفل عالمهم الخاص يعني واش راح يقدم لنا دوكا نحترم كل الآراء، نحترم كل الآراء، والهدف هو أن الطفل يتشبع بمحتوى يكونه هادف نعم وجميل. هادف. نعم. أنا آخر مسرحية لعبناها مع المخرج علي جبارة فنان من ولاية باتنا، ترشحت فيها كأحسن ممثلة في مهرجان الطفل لولاية خنشلة في 2022. واش لعبت فيها؟ لعبت فيها دور البقرة. ألوغ البقرة كي تنوض ماشي هكذا قدن هكا، وكي تنوض الاطفال هذوك كامل بقره وكامل يجيو صادمين عندك. كي تلعبي يعني وتادي لهم هذاك الدور باتقان، اكيد الطفل ما راحش يقول لهم اديني للبارك خير من التياتر. طيب بريزه وربيعه نطرح عليكم نفس السؤال. عندما نمثل للطفل، لكذلك استاذ يمكن ان تشارك باعتبار خبرتك الطويله في مجال مسرح الطفل، عندما نمثل للطفل نحتاج الى قدرات اكبر أكيد. من القدرات التي نتوجه بها الى جمهور من جمهور من راشدين بالغين. الطفل هو بريء، يعني باش زعما تخدعيه تو سويت من مستحيلات السبعين. يعني الطفل لازم تأدي له هذاك الدور بإتقان. يعني دوكا أنا معاك من بعد نقعد نبدا نمثل لك نحكي لك كاش بلاك قادرة تأمنيني صاي ضحكتي صاي، مي الطفل ما يأمنكش لازم تقنعيه. الوغ الممثل يعني المبدع والممتاز يعني سور سان هو اللي يقدر يؤدي الدور تاعو. نعم ربيعة تكوني تحبي الأطفال ومن بعد يجيك سهل انك تخدمي هذاك العمل المسرحي الموجه للاطفال. يعني الحاجه الاولى تكوني تحبي هذوك الاطفال وتحبي البراءه فيهم وكاع. كما احنا المسرحيه نتاعنا اجنحه نموله كانت باللغه العربيه الفصحى، كنا كلنا حشرات ووظفنا التكنولوجيا كما قال الاستاذ، وظفنا التكنولوجيا، درنا لا سينوغرافي كانت شابه بزاف، الموسيقى جميله جدا، حتى الرقص كان رائع مع الحفاظ على براءه الطفوله وعلى مع الحفاظ. يعني من تالي حنايا كي كملنا والستار يعني هبطناه، جاو عندنا صدموا علينا الاطفال حتى للقاعه عند وين نغيروا، قالوا لنا قعدوا كيما راكم نتصوروا معاكم. يعني تشوفي البراءه وتشوفي عالم، يعني الطفل يحب عالم الحشرات والحيوانات والطبيعه يعني بكل مكوناتها. استاذ مدني تفضل. كاين مسرح الى الطفل وكاين مسرح من الطفل. كاين مسرح وين يكون الطفل هو الفاعل الاساسي فيه، هو جزء من المسرحية، من العرض المسرحي، هو الفاعل الاساسي في المسرحيه. نعم. وهذا في العاده ينجح كثير لانه الطفل يشوف طفل كما هو يقدم في مهارات وفي فوق الخشبه، يستمتع الطفل ويتعاطف مع ذاك العمل ويعجبه. وكاين مسرح الى الطفل اللي هو يقوم به الكبير الى الصغير. نعم. واحد الفتره كانت كاينه فكره جميله قامت بها وزاره التربيه في 2006 اللي هي مع اليونيسف تكوين اساتذه وانا تكونت في ذاك الوقت معهم. نعم. تكوين اساتذه في المسرح. مسألة التكوين مهمة جدا أستاذ، أفضل تأجيلها إلى حين حتى نعطيها حقها الكافي من النقاش. مشاهدينا، حديثنا هذا المساء ولو شابه بعض الاختلاف البسيط إلا أنه سيبقى إيجابيا. أعدكم أن نواصل بإيجابية بعد فاصل قصير. مسرح الشارع عالمي وعرفته البشريه. عندنا خاصيه مسرح الشارع نتاعنا اللي هو ظاهره الشايب عاشوره في الاوراس بسكره حتى لوادي ريغ وجنوب تونس، حتى جنوب تونس القبلي وذاك. كما قال الاستاذ كاين فيه نقائص وما الى ذلك، ولكن خلونا شويه بوزيتيف. استاذ مؤخرا كان في مهرجان المسرح المحترف وكان في جمهور غفير جدا والناس كانت تجي وتشوف والقاعات كانت ممتلئه جدا عن اخرها. صحيح انه كي يطلع سور سان
ما كانش كوبي عاود كوبي عاود، يعني حتى تخرج للمخرج هذاك المشهد كما حب هو. نعم. يعني الممثل المسرحي يا تتقن الدور في هذيك اللحظه وتقنع 7000 المتفرج، يا سي بون راك ممثل فاشل وروح تروح. هذا الاعمال الكل خالده، نعم. حتى اذا كما تخلدتش في اللحظه هذيك الانيه سوف يخلدها التاريخ. وهذا مسار تاع مساء الخير مرة أخرى مشاهدينا، أهلا بكم في هذا الجزء الثاني من خلونا بوزيتيف. في هذا العدد نحاول الحديث عن حركية جميلة تشوب ركح المسرح في الجزائر، نحاول إعادة الجمهور إلى قاعات العروض المسرحية، نبحث سبل عودة الجمهور الجزائري إلى قاعات العرض المسرحي. أعود بالحديث إلى السيد حميدة خيضر الممثل والمخرج المسرحي. أستاذ حميدة، نحن من المهم كذلك الاستلهام من تجارب سابقة ناجحة على غرار مثلا أسماء قامت بتكريس هوية للمسرح الجزائري. أقصد عبد القادر علولة مثلا، الذي استحدث نموذجا مسرحيا متكاملا، هو جزائري ولكن بقيمة عالمية كذلك. طور من تقاليد الجوال والحلقة في الجزائر وخرج بنموذج يشبه ما يسمى اليوم بمسرح الشارع. مسرح الشارع ماهوش خاصيه جزائريه، المسرح خلق في الشارع. نعم. لانه نرجع للمراحل الكرونولوجيه او التاريخيه الى الحركه المسرحيه ديما عالميا. احنا ماناش في جزيره وحدنا. بكري كان في لو تياتر دي بيدور في اليونان اقدم مسرح في الهواء الطلق. نعم، مفتوح خارج قاعة مفتوح. تياتر دي بيدور اللي مازال كما راه درك، اللي عنده حوالي 2500 سنه. نرجع للتاريخ الوراء، كانوا يديروا كان في الفضاءات المفتوحه، والشعوب الكل عرفت الفضاءات المفتوحه. علاش؟ لانه تاريخ المسرح الرخو الغرب. شكون اللي يكتب التاريخ؟ القوي. شكون اللي يكتب التاريخ؟ اللي هيمن عليك هو اللي يكتب لك التاريخ. اذن وكذلك بار ايغوسنتريزم، بالانا المتعالي للرجل الغربي. علاش الرجل الغربي اعترف دركا بالضفه الاخرى او الرجل الجنوبي او الرجل الشرقي؟ نعم. عندما وقعت الهجومات والشرسه يسموها بين قوسين الحرقه، هي تدخل في ثاني كذلك في حركيه بشريه كبيره، تدخل في حركيه انه هذا انت يا الغربي اللي كنت متعالي على هذا وتحقر فيه، وكان المسرح نتاعنا يسموه لو بارا تياتر، الشبيه المسرح او لو بري تياتر. حقا الاوروب هم اللي يسموه الاوروب. استنقاصا من قيمة احنا عندنا المسرح مسرح الجزائري. عندنا مثلا مسرح الشايب عاشوراء كظاهره مسرحيه بربريه ضربه في الجذور تاعها، عندها حوالي 3000 سنه. الان الغرب نحى من التعالي نتاعو وقبل بالاخر اللي هو الجنوبي او الافريقي والشرقي. لماذا؟ لان اوروبا شاخت، اوروبا راحت، ولكن ورغم هذا قاعده شاده في اوروبا. على الاقل يزيدوا في عمرهم هما ويخلفونا احنا في العمر. طيب نرجع لمسرح الشارع. مسرح الشارع عالمي وعرفته البشريه. عندنا خاصيه مسرح الشارع نتاعنا اللي هو ظاهره الشايب عاشوراء في الوراس بسكره حتى لوادي ريغ وجنوب تونس، حتى الجنوب تونس القبلي وذاك. هذه ظاهره خاصيه في المسرح الادمي، المسرح الحيواني، المسرح قناع الشايب عاشوراء قناع، المسرح حركه الشايب عاشوراء حركه، المسرح ايقاع متنامي الشايب عاشوراء اقتناع متنامي، المسرح موسيقى والطبل الشايب عاشوراء موسيقى والطبل. انا قلت لك في شخصيات ادميه في شخصيات حيوانيه، لو ماسك كيف. شكرا أستاذ حميدة خيضر. نعود نرجع إلى مسألة مسرح الشارع. هل يمكن من خلال هذا المسرح الذي لا يتقيد بقاعات مغلقة يكون في الهواء الطلق، هل يمكنه أن يرجع ذلك الرباط على الأقل ولو رفيع ما بين الجمهور والمسرح؟ هو في الأول قبل ما نروحوا لمسرح الشارع، القاعات المسرحية في بعض الدول العربية اللي أقل منا يعني إمكانيات وأقل منا
توجد هذيك القاعة يوم العرض، يعني قاعة وحتى بمبالغ مالية، يعني وخاصة الفرد هما مدخول الفرد بسيط جدا. لازم نرجعوا المسرح، نبداوه من الأول، نعاودوا نرجعوا قاعدين نخموا في الجيل، في تكوين الطفل. في تكوين الطفل. نعم. الجيل هذا وخذا حقه، نعم. روحوا للطفل اللي ما خذاش حقه. طيب. نبداوها بالمدرسة. نعم. نبداو بالابتدائي، نكونوا فرق مسرحيه في الابتدائي، نشجعوا النشاط الثقافي والمسرحي في المدارس، المسابقات ونعطوا لها قيمتها، ما تكونش مسابقات مناسباتيه ترتكز على مناسبه وطنيه وحضور شخصيات، لا، لازم تكون تقاليد. نخرج من المناسباتية رغم هذا الواقع الذي يبدو أليما نوعا ما عندما نرصد واقع حالي المسرح في الجزائر، إلا أن بعض المسرحيات استطاعت التتويج، استطاعت الظفر بجوائز عربية وعالمية كذلك. نتحدث معك ربيعة سحاب، تحدثينا ربما عن تتويجات تعيد الأمل إلى المسرح الجزائري. والله المسرح الجزائري حقيقة كما قال الأستاذ كاين فيه نقائص وما إلى ذلك، ولكن خلونا شوية بوزيتيف. أستاذ، مؤخرا كان في مهرجان المسرح المحترف، وكان في جمهور غفير جدا، والناس كانت تجي وتشوف، والقاعات كانت ممتلئة جدا عن آخرها. كان في عروض مسرحية رائعة جدا، وكان في يعني في مهرجان المسرح المحترف كانت كاينة يعني مسابقة لأحسن العروض المسرحية، والناس جات وشافوا العروض، حتى الأطفال، وأنا كنت حاضرة يعني، والحمد لله. ونعود كذلك لنقطة السينما، اللي مؤخرا كان في مهرجان سينمائي للأفلام الملتزمة، كنت حضرت كذلك، وكان في كانت عدة عروض لأفلام سينمائية جزائرية، وجبت لنا تتويج حاضر معنا هذا المساء كذلك نتحدث عنه. والناس جات وشافت العروض السينمائية في أغلب القاعات بالعاصمة، والحمد لله. يعني كي تشوفي الناس وحضروا كذلك الجلسات الماستر في المهرجان السينمائي الملتزم، وجاوا وشافوا يعني، ولا بليبار تاعهم شباب جزائري، والحمد لله. يعني كانت كاينه حركه جميله جدا مؤخرا بالنسبه للمهرجان، نعم. مهرجان المسرح المحترف، او بالنسبه للمهرجانات السينمائيه التي تقام على مستوى الوطن. يعني الحمد لله الناس تجي تشوف. وأنا مؤخرا كنت شاركت بفيلم عنوانه أحلام بلا أسقف للمخرج اللي نحييه من خلال الشاشة محمد علال، مع مجموعة من الشباب جزائريون طموحين. 70 تقريبا 70 شخص شاب، وكانت معنا طفلة اسمها وفاء الموشي، كانت هي البطلة، كنت أنا وياها تقاسمنا البطولة، وكانت معنا الفنانة كذلك شهرزاد. وهذا العمل شاركنا به في مهرجان دولي في بغداد بالعراق، واخذنا الجائزه الاولى، وهي جائزه الجمهور التي تعد اكبر جوائز المهرجان، وكانت المنافسه قويه، كنا مع الايرانيين، المصريين، السوريين. برافو. والحمد لله نقولوا بلي مازال الدنيا بخير، السينما الجزائريه مازال كما قال لك راها تعلو في السماء العالميه والدوليه استاذ. والمسرح كذلك يعني كاين قد لا تكون الامور بخير، ولكننا نحاول والحمد بعث لله الامل، يعني نحاول ان نبقى دائما ايجابيين من خلال طرح الحلول وليس التركيز دائما على الامور السلبيه. نعم، اكيد كاين بزاف افلام جزائريه اللي دات جوائز عالميه وجوائز مهرجانات دوليه. نعم، مادام تحدثي أرجع إلى بريزة سعيدي، مادام هي تحدثت عن سينما، أنت كذلك ممثلة مسرحية وعندك أعمال تلفزيونية كذلك، هل ضروري أن يمر الممثل من المسرح حتى ينجح في الأعمال السينمائية والتلفزيونية؟ أكيد، لأنه كاين فرق كبير بين ممثل مسرحي وبين ممثل تلفزيوني. نعم. يعني دوك نعطيك لا ديفيرونس بيناتهم. الممثل المسرحي أنه كي يطلع سور سان ما كانش كوبي عاود، يعني حتى نتخرج للمخرج هذاك المشهد كما حب هو. نعم. يعني الممثل المسرحي يا تتقن الدور في هذيك اللحظه وتقنع 7000 المتفرج، يا سي بون راك ممثل فاشل وروح تروح. هذه هي لا ديفيرونس بين ممثل مسرحي وممثل تلفزيوني. يعني انا يعني نتمنى انه الجيل اللي راح يطلع يكون كون نفسه ساع في التياتر باش يفوت نفسه. أنت تتحدثين عن التكوين، وأنت أسستي كذلك شركة فنية لتدريس الفن مع نخبة من الأساتذة والفنانين كذلك. مسألة التكوين ما هيش مقتصرة فقط على الجمعيات وعلى المسارح الجهوية والمعاهد. أكيد مش مقتصرة بس على الجمعيات وتعاونيات أو تياتر أو دار ثقافة. يعني أنا فتحت شركة فنية عندها دوكا قريب شهرين ندرسوا فيها كل ما هو فني، التياتر،
لا دانس، عندنا ديسا، عندنا لا ميوزيك. درت لهم حتى طبيب نفساني لانه كاين، وانا ركزت بوكو بلوس على الاطفال. يعني كي يجيني طفل خارج من اسره مفككه عنده عقد نفسيه، خصصت له طبيب نفساني. هذه مبادره خاصه من عند الشركه تاعنا انه نداويوه نفسيا، من بعد نفوتوا نحيولوا هذيك العقده اللي عنده باش نقدروا نفوتوه ونعرفوا شي هو الاختصاص ولا الحاجه اللي يحبها. يحب يرسم نعلموه الرسم، يحب التياتر نعلموه يمثل. وجبت لهم ثاني اساتذه اكاديميين، منهم الاستاذ والمخرج لطفي بن سبع اللي نوجه له ذوك تحيه. الاستاذ بالعيدي ثاني حتى هو عنده جوائز. يعني الاساتذه اللي جبتهم كامل تبارك الله عليهم اكاديميين وعندهم جوائز يعني دوليه وجزاء. يعني ما كانش كيفاش ما يخرجوش من عندنا مش متكونين. شكرا لك سيدة حميدة خضر. نعود نرجع لك لسؤال في نفس السياق. عندما أعطت أمثلة عن أعمال ناجحة قلت لها هذيك في سنوات السبعينات والثمانينات. أنا أطرح لك سؤال في ذات السياق ولكن حول المسرح. فيه تتويجات، فيه أعمال عندها شعبية استطاعت أن تجذب الجمهور، ولكن مدة حياتها قصيرة، يعني ليست خالدة كباقي الأعمال التي بقت دائما موجودة في الريpertoire المسرحي العالمي، لا تموت لا تزول. لماذا أعمال اليوم عندها مدة صلاحية؟ مش قضية عندها مدة صلاحية. شو أنا قبيل قلت لك على المادة، أن الجزائر مثلا قاعات صح راحوا يدخلوا في خانة معينة. نعم. نجيبوا المسرح مثلا نعم. الجزائر بنات مسارح، الدولة الجزائرية بنات مسارح، بنات هياكل، بنات دور الثقافة، لكن بقى الفرد فكريا وثقافيا. هذه واحدة. أما الأعمال الكل خالدة، حتى إذا كما تخلدتش في اللحظة هذيك الآنية سوف يخلدها التاريخ. وهذا مسار تاع لأنه مثلا نجيب لك دركا الأعمال اللي راهي تقام في المسرح دائما، إذا كان ما خلدوهاش الناس هذا درك وما عرفوش قيمتها، راح يخلدها التاريخ، راح يسجلها التاريخ لا محالة. نعم. وكذلك أنا ما ننتقص أنه بكري صح كان جماعة كان ظرف معين، أما الآن آنيا في اللحظة هذه اللي رانا 2022 راهي ناس تشتغل على المسرح، ناس تشتغل على تجارب جديدة، ناس تشتغل على فكر جديد، لأنه المسرح أدب مسرحي وكاين شكل مسرحي. نعم. وكاين لو فيزوال المرئي. صح. لأنه دركا السرعة وكذا راح ياسر مسرحيين عالميين كذلك جزائريين راحوا المسرح المرئي، تسكي فيزوال عن طريق الصورة، عن طريق الضوء، عن طريق الموسيقى، عن طريق الفرد اللي هو المكون الأساسي أو الممثل أو التعابير الجسمانية أو الحركات الإيقاعية، عن طريق أو تجربة مؤخرا تاع المسرح الوطني محمد شرشال في لو ميم اي لو بونتوميم ودار الثلاثية تاعو أو رايح وذاك. هذه التجارب المبادرات هي اللي ترجع لنا الأمل في غد أجمل فيما يتعلق بأبي الفنون في الجزائر. لا كاين قلت لك كاين ناس راهي تشتغل درك، ما نقولوش مكان، كاين ناس راهي تشتغل، كاين ناس راهي تخدم في المسرح، راني نهضر على المسرح. كاين ناس راهي تشتغل، كاين ناس راهي تبحث في الشكل المسرحي اللي باش تعاود ترجع به الجمهور. والجمهور كاين، ما نقولوش ما كانش خلاص، الجمهور مازال كاين جمهور، كاين ناس تتبع المسرح، وكاين تجارب. ومثلا عندنا جمهور كذلك نفتح قوس، وقعت كما يقولوا مسرح تيارات فكريه، تيارات اجتماعيه، تيارات فلسفيه. نعم. عندنا مثلا جمهور يروح الى المخرج الفلاني او الكاتب، وهي التاثير ما كانش الكاتب قد ما هو المخرج اكثر تاثيرا، المخرج اكثر او الممثل الفلاني او الممثله الفلانيه. وكذلك عن طريق السوشيال ميديا وقع الاتصال وقع كذا، تقربت الناس الى بعضها البعض. وكاين ناس تمشي على الفرد، على المخرج الفلاني، على الممثل الفلاني، على الممثل كان، وعاود رجع. انا قاعد نقول لك الهياكل كاينين. الجزائر مثلا في المسارح موجوده المسارح، بنات يعني شيء عجب. نعم. بنات شيء عجب. دور الثقافه كذلك. ابقى دركا كيفاش نوظف هذه الهياكل وهذه الماده. نعم. الى نصبوا الى جماليه اكثر، الى مسرح اكثر، الى فن اكثر، وكذلك نتطلع
الى المستقبل أنت ونتطلع نعم. بتاثير باش نعاود نرجع الجمهور اللي كان قبل. نعم، أنت تطرح الآن أسئلة تصب في صميم نقاشنا هذا المساء، نقاشنا الذي يوشك على الانتهاء. أعود إلى سيد مدني قدشة. سيدي، كان من المفروض يكون معنا توفيق مزعاش هذا المساء. هذه المبادرات الإيجابية التي تحدث عنها الأستاذ هذا المساء كللها هو كذلك بتجربة خاصة بالمسرح الموجه لفئة ذوي الهمم، باعتبار أن هذه الفئة جزء مهم جدا من المجتمع الجزائري، والمسرح لابد أن يكون مرآة لكل المجتمع بمختلف فئاته. هو هذا أصعب مسرح بصراحة، وأصعب فن أنك تتعامل مع شخص يعني من ذوي الهمم، رغم القوة تاعو، لأنه هذون ذوي الهمم عندهم قوة خارقة، ولكن التوظيف تاعها والعملية صح يتطلب وقت ويتطلب جهد. يعني أحيي صديقي توفيق على هذا، وأحيي الأستاذ خيدر كذلك عندهم مبادرات في هذا المجال. المسرح هو أبو الفنون، يعني يقدر يجذب له أي شخص، سواء من ذوي الهمم أو سواء من الأشخاص العاديين. ولكن بالنسبة لتجربة مسرح ذوي الهمم، ربما أنا لحد الآن ما عدا مع الأطفال كانت لي تجربة، ولكن تجربة بسيطة جدا. كان عمل قصير ما فاتش يعني حوالي 15 دقيقة، كانت تجربة رائعة مع هؤلاء، فيهم اللي ما يسمعش، وفيهم اللي ما يهدرش، وفيهم اللي حتى أعمى. ولكن المسرح لأنه أبو الفنون، اللي ما يسمعش يقدر يشوف حقا، واللي ما يشوفش يقدر يسمع، وهكذا. هنا القيمة تاعو، قيمة تاعو كاين واحد الحركات ما تطلبش كي يفهمها ذوي الهمم يفهمها. نعم. لذلك المسرح لو كان معناتها نتوجهوا ليه ونديروه كمادة أساسية تدرس في المدارس، راح يكون عندنا يعني يكون عنده إيجابية كثيرة، وخاصة مع هذه الظاهرة تاع العنف المدرسي. لا نشك في ذلك. ظاهرة العنف المدرسي اللي راه موجودة الآن في المدارس. لا نشك في ذلك. أستاذ حميدة، أنت أدرى بمبادرة الأستاذ توفيق مزعاش الذي تعذر عليه الحضور معنا هذا المساء. العرض المسرحي، المشروع العرض المسرحي الذي عمل عليه لسنوات، كان يضم عدد كبير من الممثلين، أعتقد 13 ممثل، كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقط 3 ممثلين مسرحيين. يعني استعان بهم كممثلين، ومحتوى النص ومضمون النص كذلك كان موجه لفئة كل ذوي الهمم في الجزائر. نشكروه سي توفيق ونحيوه بالمناسبة، توفيق مزعاش من سطيف، وتمنينا أنه كان يكون معنا، لكن لا غالب الظروف حلت إلى ذلك. توفيق أنا علاقتي به كفنان وصديقي يخدم المسرح، قدم عدة أعمال مسرحية، كذلك عنده تجارب في المونودرام هو كتوفيق مزعاش. ومن بعد خذا واحد المبادرة، يعني أنا نقول أنا بالنسبة في المسرح وفي الفن راهي تقريبا الوحيدة، يظهر لي الوحيدة اللي عشت أنا معه. توفيق مزعاش هز على عاتقه هذا ذوي الهمم، تصوريتي الحق بالعدد يدير المورشات دركا مدة 9 سنين ولا 10 سنين، العدد تاعهم فاق 20 واحد من ذوي الهمم. تصوري انت واحد الصبر اللي عنده باش يمشي مع الوليدات هذم 9 سنين و10 سنين حتى توجهم بالعمل تاعو اللي حضرت له، دار بهم عام الاول عمل. يعني تصوري انت انه انسان يدخل للعرض وما على بالوش، خدم لهم بالضوء بالموسيقى. كي تشوفي عرض تصوري تناغم وتمازج هؤلاء ذوي الهمم على خشبة المسرح. 20 واحد مش سهلة. نعم. مش سهلة. 20 واحد سورسان، كيفاش اعطاهم هذيك الفسحة من الامل حتى نولوا يمثلوا. انا صدقيني خير حتى من اللي بقدراتهم وطاقاتهم العقلية والإدراكية والجسمانية وكل شيء. رائعة المبادرة، رائعة. وكان توفيق مزعاش قد أخبرنا أن أحد هؤلاء الأشخاص من ذوي الهمم الذين مثلوا في عروضه المسرحية كانت بالنسبة لهم علاج، حتى أن أحد هؤلاء الأشخاص استطاع أو استرجع قدرته على النطق بعد التدريبات
على ركح المسرح. هذه هي المبادرات الإيجابية التي يحتاجها أبو الفنون للعودة إلى المكانة التي تليق به في الجزائر. شكرا لك حميدة خضر. نفتح قوس برك سامحيني على صورة قبيل شفتها تاع طوط نسيبة. نعم نحييها. تصوري هذه العمل اللي راهي يدور به في الجزائر الكل. نعم. يعني تحية ليها وتحية ألف تحية إلى توفيق مزعاج. يعني قاموا بعمل اللي صحاح، هاي ويني اللي صحاح ما نجموش يديروه. ألف تحية للممثلة، يعني ألف تحية ليها ولتوفيق مزعاج. ألف تحية للممثلة، ألف تحية للمخرج المسرحي توفيق مزعاج. شكرا لكم جميعا على حضوركم هذا المساء. نحب نختم بالعنصر النسوي مع ربيعة وبريزة في كلمة فقط. حاولوا إقناع الجمهور الجزائري الذي يشاهدكم اليوم عبر شاشة الشروق أن يحاول ويجرب على الأقل مرة في حياته أنه يدخل المسرح ويشاهد عرضا مسرحيا. أعطي له سبب. لأنه المسرح هو العامل الوحيد والأساسي باش تغير واش كاين في نفسيتك وتخرج من الطاقة السلبية للطاقة الإيجابية. شكرا. ربيعة، سبب آخر حتى نشاهد عرض مسرحي. مدرسة حياة، هو خيال، فن، متعة. تعالوا لتشاهدوا المسرح والسينما ونلتقي قريبا في أعمال جديدة. شكرا. تحب تضيف كلمة أستاذ؟ تفضل. قلت من قبل غدا أجمل، وغدا أجمل هي آخر مسرحية من إخراجي مع الأطفال. مسرحية تتحدث عن أطفال الشوارع، يمثلها مجموعة من الفتيات الفرقة، السن ما بين 8 سنوات إلى 14 سنة. إن شاء الله سيكون الغد أجمل، ونطلب من الجمهور ما نقولهمش كاين سبب، نقولهم ارواحوا للمسرح وشوفوا. شكرا أستاذ مدني قطشة. شكرا لكم جميعا مرة أخرى. على الشاشة تظهر الآن رسمة الكاريكاتير التي قام بإعدادها باقي بوخلفة كاريكاتوريست البرنامج، والتي حاول فيها إضفاء قراءة أو لمسة كاريكاتورية على موضوع هذا المساء الذي حام حول الفن الرابع في الجزائر. في حديثنا هذا المساء حاول ضيوفي من مخرجين وممثلين مسرحيين كذلك إقناعكم لحضور عرض مسرحي على الأقل، وبعدها قد يتحول هذا الحضور إلى ثقافة، إلى عادة جميلة. مشاهدينا، سنختم هذا العدد بعد الفاصل. بوستيشة من إخراج أحمد رزاق هي أكبر عرض مسرحي في الجزائر، شارك فيها أكثر من 200 فنان بين ممثل وتقني ومسرحي. المسرحية عرضت بمناسبة إحياء الذكرى 58 لتأميم المسرح الوطني الجزائري، وتم إنجازها لأهداف خيرية، فقد وجهت مداخيلها لفائدة مرضى السرطان. حملت المسرحية العديد من الرسائل الفنية والإنسانية مع تشريح للواقع الاجتماعي والسياسي في الجزائر، وهي تعد العرض المسرحي الأول من نوعه الذي جمع هذا الكم الكبير من الفنانين. إلى اللقاء.